الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، عضو جبهة الإنقاذ. النهاردة طبعا احنا في وفد مصري، يعني من كل القوى، مش عايزين بقى نقول كل القوى ومن القاهرة، لأن شعب مصر واحد وكل المصريين. النهاردة احنا جايين في وفد أكتر من 200 عضو، بنتضامن أكيد، بنطالب بالقصاص العادل، وايضا بنطالب غير القصاص العادل، بنطالب بحق الشهداء كمان اللي سقطوا في يوم 26 لما يسقط في بضعة ساعات اكثر من 40 شهيد. ايضا كان هناك مجند وضابط سقطوا، وعرفنا من انهم قالوا لوزير الداخليه انت حتى يعني لو حطيتنا على سجن علشان نامنه مش يعني ما فيش سلاح. اذا في هناك في مؤامره كبيره، مسؤول عن هذه المؤامره اللي بتعمل وقيعه بين شعب مصر واللي بتقتل شعب مصر السلطه التنفيذيه، على راسها رئيس الجمهوريه، مسؤول الحكومه، مسؤول وزير الداخليه وكل الحكومه اللي موجوده. يبقى اذا احنا بنطالب مين محاكمه يعني تحقيق عاجل علشان نشوف مين اللي قتل الناس يوم 26 يناير، مين اللي قتل وضرب رصاص على الجنازه، واحنا عارفين حرمه الجنازات في بورسعيد. جايين نقول ان شعب بورسعيد مش شعب بورسعيد، جايين نقول ان شعب مصر في مدن القناه، السويس او الاسماعيليه او بورسعيد، ده الشعب اللي بيدافع طول عمره من حروب 56 و67 وحروب الاستنزاف و73 عن حدود مصر، شعب مقاوم، شعب ابطال. ما معنى انك تعاقب الشعب اللي هنا موجود في بورسعيد؟ ما معنى انك تفرض حظر تجول؟ ألم يعني السلطه دي ما بتتعظي؟ ما فيش يعني عمى البصر والبصيره اللي موجود عند الاخوان المسلمين؟ هم مش عارفين ان في عز الاستبداد بتاع مبارك الناس قامت وقالت يسقط حسني مبارك، وقامت ورفضت اي قمع واستبداد؟ عمر ما حد هيقبل تاني حظر تجول ولا طوارئ. الناس ما بقتش تخاف. طب ايه اللي اغضب الناس؟ ما تحللي المشكله. يعني انت بتعاقب الناس عقاب جماعي ولا تشوف حل للمشكله؟ حل المشكله من وجهه نظري ان القصاص العادل معناه ايه؟ ليه الشعب المصري غضبان سواء في القاهره، في بورسعيد، في كل مدن مصر؟ لان ما فيش قصاص عادل. لان القصاص العادل معناه انك تقدم المجرم الحقيقي اللي دبر واللي خطط واللي حرض واللي دبر واللي مول، انما مش في الاخر الادوات بتبقى البلطجيه، الادوات ممكن يبقى ناس اتأجرت، كل ده ماشي. مين اللي أجرها؟ مين اللي حرض؟ ما هو لازم يتقدم هو كمان للمحاكمة. لما يبقى في قصاص عادل أكيد الشعب وأمهات الشهداء هتهدى. لما المعاناة نرفعها عن الشعب، المعاناة اللي هي زادت بقالها سنتين عمالة تزيد، الأسعار تزيد، فواتير الكهرباء تزيد، ضرايب بتزيد على الشعب الغلبان، المرتب عمال يقل لأن الجنيه قل جدا، ما بقاش يشتري حاجه، ما فيش مرتبات زادت، اللي بياخد مليون جنيه بياخد واللي بياخد 100 جنيه بياخد. يعني بعد الثوره ما تمش اي تحقيق لاهداف الثوره، لما قلنا عداله اجتماعيه وقلنا كرامه انسانيه وقلنا حريه، مزيد من القمع. لما رئيس الجمهوريه اعتدى على دوله القانون، الكبير اعتدى، كبير العيله اعتدى على دوله القانون، كبير العيله يعني اعتدى على استقلال القضاء، بدل القضاء اللي هم بيعينوا النائب العام هو اللي بيعينه، ده اعتداء على دولة القانون. لما الكبير بتاع الدولة هو مش رئيس دولة، لأنه لو رئيس دولة كان إنه عمل لصالح كل المصريين قرارات، لا، هو رئيس جماعة الإخوان المسلمين اللي هو سابهم وساب ميليشياتهم تقتل شعب مصر في الاتحادية، وساب ميليشيات تانية موجودة إرهابية موجودة في سيناء تقتل جنودنا، وساب الميليشيات التانية بتاعت حازمون اللي بتحاصر لنا مدينة الإنتاج الإعلامي وتحاصر المحكمة الدستورية. ده اعتداء على دولة القانون، ده دولة داخل الدولة. هو ده اللي ولد العنف. قاعدين يقولوا العنف العنف العنف، العنف يولد العنف. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. بمعنى أنت من خلال العنف اللي مارسته الدولة ومارسته جماعة الإخوان المسلمين ومارسته التيارات الإسلامية لازم يولد الغضب عند الشعب المصري. لما تزيل أسباب الغضب عندها يبقى في عدالة، عندها يبقى في قصاص، عندها يبقى في رفع معاناة عن المصريين، وقتها تتحل المشكلة.